يا ريت يعني راجل بمقامك كبرت في السن ده بتقول آية موجودة في الإنجيل، أتحداك تطلع الآية، والإنجيل موجود وعلى الإنترنت موجود. الآية اللي أنت قلتها دي بتاعت جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده، ليست آية في الإنجيل. شوف وأنت نايم مين أوحى إليك بيها، يعني شوف وأنت نايم مين أوحى إليك بيها، لأن الإنجيل بتاعنا ما فيهوش الآية دي خالص. فعيب يا عم يوسف، عيب وأنت راجل كبير تنهي حياتك بالطريقة دي. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. اتكلمت عنه كتير، يوسف زيدان. يوسف زيدان يوسف زيدان أنا عملت عليه فيديوهين قبل كده، فيديوهين عندكم. مرة هو كتب كتاب اسمه عزازيل. عزازيل طلعت شخصية مجهولة الله أعلم هي مين، طوبيا ولا اسمه حاجة كده ما اعرفش اسمه، الأب يوتا كتب له تيس عزازيل في سينا، رد عليه. يعني هو كتب، طب بيغلط في المسيحية فكتب رواية عزازيل وغلط فيها في المسيحية كتير. رد عليه الأب يوتا كتب له تيس عزازيل في سيناء افتكر كده، ولا تيس عزازيل في مكة مش فاكر. وبعدين بعد كده راح طلع في حلقة واتكلم عن ان الصليب ملوش علاقة بالمسيحية نهائي. الصليب ملوش علاقة بالمسيحية نهائي. طلعت انا في فيديو عندكم اسمه فضيحة يوسف زيدان وصنفت له ازاي ان الصليب اساس المسيحية، وانا هحط لكم اللينك برضو بتاع موضوع يوسف زيدان ده تحت ان شاء الله في الديسكريبشن على اليوتيوب. صنفت له ازاي ان الصليب ده اساس المسيحيه، وبدون صليب مفيش مسيحيه، مفيش حاجه اسمها من الايات. رجع بقى جديد يتكلم عن ان الجهاد اصلا فكره مش اسلاميه. الجهاد اصلا فكره مسيحيه، والجهاد اساسه مسيحي. وقال جملة غريبة جدا، بيقول لك في آية في الإنجيل موجودة بتقول جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده. عروستي جبتها منين الآية دي يا حاج يوسف؟ جبتها منين؟ مفيش آية في الإنجيل بتقول جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده. مفيش الكلام ده خالص. دي مش موجودة عندنا نهائي. وفي أسباب، يعني في حاجات كتيرة هقول لك عليها تدل على ان ماري جرجس الروماني كان مقاتل وضابط كبير في جنود الرومان، وليه صولات وجولات وانتصارات. بعد أن آمن بالمسيحية استشهد دون قتال على اسم المسيح. قالوا له انكر المسيح واسجد للأوثان، رفض، قطعوا راسه. ماري جرجس الروماني اللي قتل التنين وصورته مع التنين. عندنا مرقوريوس فليوباتير أبو سيفين، هو اللي الثلاث أسامي دي، مرقوريوس فليوباتير وأبو سيفين، اللي أمه اسمها سفينة وأبوه اسمه حنة. ده كان مقاتل، ومقاتل ينتصر في كل الحروب
ومشهود له بالنصر استشهد على اسم المسيح دون قتال، لأنه آمن بالمسيح وسماحة المسيح. ماريمينا استشهد على اسم المسيح دون حرب. ده مش كده، ده احنا عندنا آية في الإنجيل واضحة جدا في رسائل بولس إلى أهل تيموثاوس، والآية دي بنحطها آية لكل ميت. يعني لما يجي واحد يموت وبعدين يتعمل له 40 بنحط الآية دي. هل كل واحد من دول مسك سيف وحارب وقتل حد؟ لا، لأن الجهاد في المسيحية غير الجهاد في الأديان الأخرى. الجهاد في المسيحية جهاد النفس، جهاد ضد الرغبة. يعني الجماعة الرهبان دول اسمهم مجاهدين. الرهبان اللي في الجبال اللي بيصلوا يتعبدوا، اللي ما بيقتلوش حد، اللي ما بيحاربوش حد، اللي ما بيفجروش حد، دول مجاهدين بيجاهدوا ضد الرغبة، ما بيتجوزوش، بيجاهدوا ضد الرغبة، بيمنعوا نفسهم عن الخطية. ده الجهاد في المسيحية، انك تصلي تصوم لربنا. دي جهاد الجسد، جهاد ضد الشهوة، انك تمنع نفسك من اكلات معينة، تقعد 55 يوم ما تاكلش لحمة، يبقى 55 يوم كل يوم 55 ما تاكلش لحمة، يبقى قتلت شهوة محبة اكل اللحوم. عشان كمان اللحوم بتثير الشهوة الجنسية، فبالتالي بتقلل انت الشهوة. دول المجاهدين عندنا. فعندنا الآية في رسالة بولس لتيموثاوس 4. افتحوا رسالة بولس لتيموثاوس رقم 4، هتلاقوا الآية دي مكتوبة: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. الآية دي بنحطها على كل الوفيات سواء راجل أو ست، بنقول عليهم مجاهدين، جاهدوا. هل دول قتلوا حد؟ هل دول حاربوا؟ يبقى المفهوم اللي انت بتتكلم فيه يا حاج يوسف مفهوم عبيط. في فرق كبير بين سفك الدماء وسبي النساء ونكاح النساء واخدهم غنايم واخدهم عبيد، على جهاد النفس ضد الخطية وضد الزنا. يا ريت يعني راجل بمقامك كبرت في السن ده بتقول آية موجودة في الإنجيل، أتحداك تطلع الآية، والإنجيل موجود وعلى الإنترنت موجود. الآية اللي أنت قلتها دي بتاعت جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده، ليست آية في الإنجيل. شوف وانت نايم مين أوحى إليك بيها، يعني شوف وانت نايم مين أوحى إليك بيها، لأن الإنجيل بتاعنا ما فيهوش الآية دي خالص. فعيب يا عم يوسف، عيب وانت راجل كبير تنهي حياتك بالطريقة دي. حقيقة حصلت حاجة محزنة في الأسبوع اللي حصل دوت، الأسبوعين اللي فاتوا دول، موضوع كورونا وكلام من هذا القبيل. توفى دكتورة اسمها سونيا عبد العظيم في الدقهلية، شبرا البهو، قرية اسمها شبرا البهو. الدكتورة دي توفت، ولما جم يدفنوها أهل البلد أو غربة عن أهل البلد أو واتيفر طلعوا عشان الدكتورة دي ما تدفنش، على أساس أنها عندها فيروس كورونا ماتت بيه. قمة اللا أخلاق، قمة اللا أخلاق والدونية والسفالة. أولا بندعي ليها الله يرحمها الدكتورة سونيا عبد العظيم، وندعو الله أن يحتسبها من الشهداء، لأن هي يعني ماتت في الظروف دي، مع أن جوز الست دي باني مسجد في القرية، وجوز الست دي باني 4 مقابر للفقراء، لكن طلعوا ناس من القرية أو مدعين عن القرية. ما حدش يقول لي، أصل في ناس كده تقول لي ناس غريبة، يا عمي أنا بتكلم بناقش فكر. انتوا سبتوا سواء من البلد او مش من البلد، سبتوا اخلاق الناس توصل للمرحله دي ازاي؟ سبتوا اخلاق الناس توصل للمرحله الانحطاط ده ازاي؟
ست عاشت طول عمرها الله يرحمها تحارب الامراض وتعالج الناس، تعامل بهذه الطريقه عند موتها. قله ادب وسفاله، قله ادب وسفاله، ما اقدرش اقول غير كده. واعتقد ان على الدوله من اليوم ان تسعى لنشر الاخلاق عند الناس. مش اعلم الناس تروح تصلي يوم الجمعه وتطلع تحرق بيوت الخلق. اعلم الناس انها تصلي وتربي تقونها وتطلع ترفض انها تدفن واحده زي دي. علموهم الاخلاق، الاخلاق، الاخلاق. مش عايز اقول اكتر من كده، الله يرحمه. طبعا من خلال اللي طلع الاسبوع اللي فات ده، طلعت اشاعه تقول لك ان التدخين بيمنع الكورونا. اوعوا تصدقوا الكلام ده يا جماعه، اوعوا تصدقوا الكلام ده. ان اللي بيدخن بالعكس، اللي بيدخن اسهل الناس لدخول الكورونا. هيقول لك نسبه قليله من المدخنين اللي جات لهم كورونا حصلت، حصلت. لان هو ما قالش زيرو، ما قالش ولا واحد مدخن ما جاتلوش كورونا. قال لك نسبه الاصابه من الكورونا في المدخنين قليله، يبقى حصلت. التدخين بيقلل المناعه، واحنا عارفين ان الكورونا بتصيب الناس اللي عندهم مناعه قليله. لكن مين اللي قايم بالحمله دي؟ اساطيل الصناعه المستفيدين من صناعه السجائر عالميا. ان صناعه السجائر دي بتكسب اكتر من صناعه الاغذيه. يعني تقول لي صناعه جبنه ولا لحمه ولا ما بيكسبش زي صناعه التدخين. ففي اساطيل وفي نظام دولي بيسرى على حساب تجارة الدخان. فدي عندها استعداد تخلي لك تنشر لك من خلال الميديا، وعندها استعداد تدفع بالملايين والمليارات من خلال التلفزيون ومن خلال الميديا وكل الوسائل الانترنت عشان تخلي الناس تشرب سجاير. لان ده في دول قايمة عليها وفي انظمة قايمة على السجاير وبيع السجاير. لكن ما تبقاش عبيط. السجاير ثبت علميا انها مؤذية لكل اعضاء الجسم. مفيش عضو في الجسم ما بيتأثرش بالسجاير الا مرض واحد فقط، مرض واحد فقط اسمه الالسيراتيف كولايتس. الالسيراتيف كولايتس ده عبارة عن تقرحات القولون. السيراتيف كولايتس، تقرحات القولون، بيبقى فيه تجريح في القولون وقرح موجودة في القولون بتنزل دم. النيكوتين بيرمي تجلطات في الحتت دي، لان هو بيعمل تجلطات في الجسم، فبيرمي تجلطات على الحتت اللي فيها الالسريشن ديت، فبيبقى مفيش دم، فبتساعد على التئام الجروح. بس في الالسيراتيف كولايتس بس. لكن الرئة، النظر، القلب، الشرايين، الأوعية الدموية، الكوليسترول، كل ده بيتأذي من السجاير. فالكورونا ان شاء الله باذن ربنا مسألة وقت وهتروح. اوعى حد يشرب سجاير، اوعى حد يشرب سجاير. انا في حياتي ما دخنت سجارة في حياتي. وده طبعا من دراسة الطب ووصية اهلي وناسي ليا يعني. فاوعى يعني اوعى حد فيكم يصدق ان السجاير ممكن تحميك من مرض ما. دي لعنة. السجاير دي بتندرج تحت مرض يعتبر مرض السموكينج ده، يعني زي الاوبيزيتي اللي هي السمنة بتندرج مرض دلوقتي. والالكهوليزم او الالكهوليك اللي بيشربوا كحوليات ده مرض، لان بيبقى ليه سمات على الجسم. برضه السموكينج بيعتبر مرض. فانت ما تجيبش لنفسك مرض بقى وتروح تدخن تقول لي الكورونا السجاير هتفيدني ضد الكورونا ومش هاخد كورونا. لا، الكلام ده كلام. لكن الحقيقه ان الكورونا وجهت لنا رسائل عظيمه جدا جدا، يا ريت نستفيد منها. هحط لكم اللينك ده عن واحد ملياردير توفى بالكورونا. هذا الملياردير هحط لكم صورته برضه، وهحط لكم الصوره دي واضحه.
شوف بنته قالت ايه. الملياردير البرتغالي أنطونيو بييرا مونتييرو رئيس بنك سانتاندير بالبرتغال توفى بسبب عدوى فيروس كورونا الأربعاء الماضي. ابنته كتبت في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. شوفوا بنته قالت إيه. نحن عائلة ثرية، لكن والدي توفى وحيدا ومختنقا يبحث عن شيء مجاني هو الهواء. المال بقي في المنزل. البنت بتقول احنا اغنياء جدا جدا جدا، لكن والدي الملياردير مات وكان محتاج شيء مجاني، الهوى. المال بقي في المنزل، ما نفعش، والراجل ما تحصلش على الهوى. شوفوا الوباء بيعلمنا ايه. الوباء بيعلمك انك مهما كنت غني ومهما كنت في سلطة، المرض ممكن يجيلك. عشان كده لازم تتعلم في يوم من الايام انك هتقف قدام ربنا. هتقف قدام ربنا، هتقدم عملك ايه. عجبني النهارده حضرت مسرحيه، يا ريت تحضروها، للفنان الراحل نور الشريف، اسمها يا مسافر وحدك. يا مسافر وحدك. مثلها نور الشريف مع منى زكي. كانت معاه منى زكي في المسرحيه. المسرحيه دي فيها قيمه عاليه جدا جدا جدا. خلاصتها من خلال المسرحيه تفهم ان الانسان على الارض عمل حاجات كتيره جدا 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 جدا، بس لما طلع فوق وقابل الناس اللي فوق ما فادتوش غير اعماله، لا ميراثه ولا اصدقائه ولا اساتذته ولا اهله ولا غير اهل. اعماله اللي عملها في الدنيا هي اللي فاتته. فيا ريت تحضروا مسرحيه يا مسافر وحدك مع الفنان العظيم الراحل الله يرحمه نور الشريف. هتستفادوا وهتاخدوا منها عظة كبيرة قوي. لكن من فترة لأخرى بنقابل أشكال، للأسف أشكال جهلة، مع أنهم متعلمين واخدين دكتوراه واخدين. يعني الواحد اسمه هاني الحفناوي واخد دكتوراه من أمريكا وماجستير من لندن ومستشار لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. بيكتب تويتات كلها حقد وفرح وتشفي في موت وضحايا وباء كورونا بإيطاليا وأسبانيا وأمريكا. حد شاف ولا سمع عن حقارة أكتر من هذا؟ اللي كاتب الكلام ده صديق عندي اسمه ماهر قديس. فبيقول يا ريتها الوالدة كانت قعدت عليك فاتصتك يوم ما جابتك، ما كناش شفنا تويتاتك اللي بتنضح كراهية وغل وشر. طيب الدكتور هاني اللي زعلان منه الأستاذ ماهر قديس، هاني الحنفاوي كاتب إيه؟ إيطاليا مات فيها 110,000 مصاب و13 إيطاليا فيها 110,000 مصاب و13,155 قتيل و727 يوميا ذنب الحملات الصليبية. دي التويتة هحطها لكم برضه، ذنب الحملات الصليبية. يا ريت ما نربطش حاجة بحاجة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. غير كده إن إيطاليا أساسا ما شاركتش في الحملات الصليبية. إيطاليا ما كانش ليها علاقة بالحملات الصليبية. وبعدين الحملات الصليبية على فكرة بكررها لك تاني وتالت ورابع، كانت للدفاع عن أراضي أوروبا للدفاع عن الحجاج الذين قتلوا في بيت المقدس. كان بيطلع عليهم العرب يقتلوهم في الطريق، هم والحجاج جايين من أوروبا يزوروا القدس، كان يطلع عليهم يسرقوهم ويقتلوهم ويسبوا نسائهم. وفي نفس الوقت محمد الفاتح لما طلع يغزو أوروبا طلعت الحملات الصليبية دي عشان تردع. لكن انتوا طبعا عندكم يعني السيد حفناوي ده هتلاقيه بيمجد الفتوحات. الفتوحات هي غزوات بالنسبة لنا احنا واستعمار. يعني كل الدول حتى اسبانيا اللي بيسموها الاندلس دي تم غزوها.
فلسطين تم غزوها، مصر تم غزوها، شمال افريقيا تم غزوها، ايران وسوريا ولندن كله ده تم غزوه. فدي انتوا بتسموها غزوات، انتوا تدخلوا البلاد وتسبوا نسائها وتنكحوا نسائها وتخلوها عبيد وعندكم على قلبكم زي العسل. فتحات وبتعملوا فتح مبين وبتعتبروا ربنا راضي عن الكلام ده. طبعا ابعد ما يكون الله عن هذا، ابعد ما يكون الله عن هذا، جل الله عما تقولون. لكن الحملات الصليبيه هي للدفاع عن بيت المقدس وعن قتل الحجاج ودفاع عن اراضيهم، لا ما يدافعوش. المفروض احنا ندخل يستقبلونا ويدونا حريمهم على طول. اول ما ندخل ندينا حريم. ده طبعا فكر دكتور واستاذ، فما بالك بالاعبط من كده واقل. طيب في واحد تاني للاسف كان مفاهيم الدين واخدها خطأ للاسف يعني. الشيخ عبد اللطيف عبد الكافي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. الراجل ده اسمه الشيخ عبد اللطيف عبد الكافي، توفى متأثرا بفيروس كورونا. أنا ولو إن هو ضد المسيحيين وبيكفرهم، أنا بقول ربنا يرحمه. أنا بقول ربنا يرحمه. شفتوا بقى؟ أنا بستغفر له، بقول ربنا يرحمه. نشوف بقى البوست عنه بيقول ايه. البوست عنه بيقول ايه. توفى منذ ساعات الشيخ عبد اللطيف عبد الكافي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بوالدته ووالده الذين توفيوا بنفس المرض منذ أيام. يعني هو ومامته ووالده توفوا بنفس المرض منذ أيام، الكورونا. الله يرحمهم جميعا. وكان من آخر ما كتب على فيسبوك قبل إصابته. كتب ايه على الفيسبوك قبل إصابته؟ نشكر الله أنه أرسل الفيروس القاتل لنصرة دينه الإسلام وقتل الكفار من اليهود والنصارى. يعني هو كتب كده، نشكر الله أنه أرسل الفيروس القاتل لنصرة دينه الإسلام وقتل الكفار من اليهود والنصارى. لكن لسوء الحظ انقلب دعاءه عليه رحمة الله عليه. الله يرحمه. واعتقد ان هو دلوقتي في دار الحق، واعتقد ان هو مصاب راجع نفسه، واعتقد ان هو مصاب ممكن يكون تاب عن الدعوة على الاخرين. اعتقد ممكن يكون هو مصاب تبرر. اعتقد يعني اتمنى ان يحتسب الله شهيدا اذا تبرر امام الله. اذا تبرر امام الله. أنا مش معنى كده يعني اللهم لا شماتة، الله يرحمه، لكن ليه ده؟ هو توفى، وإحنا عندنا ناس كهنة توفوا، وعندنا رجال دين توفوا، وعندنا أساقفة توفوا. واسمحوا لي أنا أنعي لكم برضو وفاة الدكتور أشرف نادي في قنا، رئيس قسم القلب في مستشفى قنا المركزي، اللي توفى أثر إصابته بفيروس كورونا. أثر إصابته بفيروس كورونا توفى في مستشفى حميات في العزل، في مستشفى حميات أسوان. الله يرحمه الدكتور أشرف نادي كان علامة، كان أستاذ، وكانت الناس بتتعلم منه. ومنساش لما كنت أنا في مستشفى طقوس، كان في دكاترة في مستشفى طقوس كبار أخصائيين يتصلوا بيه وياخدوا استشارات في العناية المركزة وفي حالات القلب. وكان راجل لا يبخل على إنسان بالنصح وبالإرشاد في سبيل شفاء الآخرين. توفى شهيد في محراب العلم، شهيد في محراب الصحة، شهيد في محراب مكافحة المرض وجهاد المرض. الله يرحمه. عندنا برضو أبونا بشوي نيروز. أبونا بشوي نيروز ده كاهن معروف في قنا، دلوقتي مصاب بالفيروس، وده أساسا دكتور وأنا أعرفه من زمان قوي. راجل أخلاق وقمة في الأدب والدين، وهو دكتور وكاهن في نفس الوقت، مصاب دلوقتي بالفيروس. ندعو له جميعا بالشفاء يا رب. فحبيبي المرض ما بيوقفش على حد. أنا شفت مجموعة بنات من دواعش فيديو عاملينه بتقول لك احنا الفيروس ما يجيناش
الفيروس بس للكفار. العبط ده، العبط ده. احنا عندنا آية في الإنجيل بتقول الله يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار. يعني ربنا بيطلع الشمس على الأبرار والأشرار على أساس أنهم قبل ما يموتوا يتوبوا ويقابلوا ربنا. الله بيسمح للشوك مع الورد، الاتنين بينمو، الاتنين بينمو، الشوك والورد الاتنين. طب ما ممكن يموت الشوك؟ لا، هو بيسيب ده وده، بس في الآخر بيجمع الورد يدخله للجنة والفردوس والملكوت، وبياخد الشوك يرميه في الجحيم في النار. هو ده، هو ده ربنا، هو اللي بينظم دقات القلب. دقة القلب دي مش انت ولا اكلك اللي بتعملها، لا، ده في نبضة طالعة من مخك بتصدر بكهرباء تروح تتوزع للاس اي نود، يتوزع للاي في نود، يروح للبيركنج فايبر، يتوزع على القلب، يخلي قلبك ينبض. النبضة دي لو ربنا عايز يوقفها في لحظة كن فيكون، من فوق يوقف نبضات كل الكافرين. لكن ربنا أراد وعايزهم يعيشوا. ترفض انت تيجي ايه قدام إرادة ربنا؟ تيجي ايه اللي عامل نفسك مؤمن وهتدخل مين فينا الجنة ومين فينا النار؟ انت تروح فين؟ اتمنى نفوق، واتمنى رسالة الكورونا دي كلنا نفهمها وندرسها ونتعلم. طلع واحد اعتقد انه، يعني انا ما اقدرش اقول عليه غير انه ابن ورمة، يعني ابن ورمة، اسمه احمد حسن. احمد حسن ده كابتن منتخب مصر، او كان كابتن منتخب مصر في فترة معينة. فالراجل عايز ينتقد قرار قفل الكنايس، قفل الجوامع. فكتب تويتة لوزير الاوقاف انهاها بكلمة هابي استر. طبعا هو هابي استر مستخدمها، ومحدش يطلع يقول لي هابي استر مقصود بيها عيد شم النسيم، لا، لان حتى في المانيا بيقولوا فروها اوسترن، اوسترن واستر مقصود بها القيامة. وحتى عيد شم النسيم اللي بتقولوا عليه فرعوني ومش فرعوني، احنا عندنا في منطقنا ان هو تفتحت الازهار بعد قيامة المسيح. فاحنا معتقدنا كأقباط برضو ان عيد شم النسيم ملتصق بعيد القيامة، لان المسيح لما قام تفتحت الزهور واشرقت. فما حدش يقول لي هو ما كانش يقصد، لا يقصد، حتى لو هو قال غير كده. احمد حسن بكتب ايه بقى التويتة بتاعته، وانا هنزلها لكم. بيقول: بالامس شاهدت حماسة الاستاذ وزير الاوقاف في بيانه في احد البرامج التلفزيونية في الإصرار الشديد على استمرار غلق المساجد في رمضان وحرمان الناس من أبسط الأمور، وهي صوت الابتهالات والأدعية والصلوات، وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ حتى في أشد الأزمات. معالي الوزير، كنت أتمنى أن أرى حماستك في أمور تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أكثرها في أيامنا الحالية. ملحوظة: لست بداعية أو شيخ وبالكثير من العيوب، ولكني مسلم كان يحلم بروحانيات رمضان. معالي الوزير هابي استر. دي قلة أدب يا ابن الورمة، يا أحمد حسن، يا كابتن منتخب المصري سابقا. اسمح لي أن أعتلك الله يسامحك، يعني أنت جبتها لوالدتك كده. بس أنا هقول لك إيه، أقل حاجة أن أقول لك يا ابن الورمة، لأن عيب اللفظ ده بتوجهه لوزير الأوقاف هابي استر، معناها أنك أنت بقيت نصراني أو في منطقك أو نصراني. مش عيب أنك أنت تنتقد قفل المساجد، حقك. احنا بننتقد برضه قفل الكنائس، يعني ليه ما يحضروش بكمامات ومسافات بين كل واحد والتاني؟ وش معنى اللقاءات الجماهيرية بتتم ومؤتمرات بتتم في وجود بكمامات؟ ما يتم الصلاة في وجود كمامات. أنا معاك، عايز تسمع الابتهالات اسمعها. أنت مسلم عايز تستفيد بروحانيات رمضان، حقك. لكن مش من حقك إنك أنت تحشرنا في القصة دي. دي قلة أدب، ما تحشرناش.
قله ادب ووساخه ومش هنسكت عليها، واي حد هيقل ادبه هياخد على قفاه، مش هنسيبه، لان احنا يعني معتقدنا مش عبيط للي يسوى واللي ما يسواش يعني، فتحترموا نفسيكوا شويه. لكن برضو يعني عايز اقول دايما فيها حاجه حلوه يعني لما يطلع انسان محترم من بيت اصل متربي، مش ابن ورمه زي ده، زي التاني احمد حسن ده، لا، واحد متربي ابن اصول زي حازم امام. حازم امام معروف وكابتن برضه، وكابتن في الكوره، وابوه كان كابتن في الستينات، ويقول عيد قيامه مجيد كل عام وشركائنا في الوطن بخير، احطه على راسي. ده المسلم المحترم المعتدل، ده المسلم المحترم المعتدل اللي زيه ناس اتربينا وسطهم وعشنا وسطهم وبيننا عشره، ده يحترم يتحط على الراس. انسان متربي ده رباه حماده امام، حماده امام الاخلاق العاليه، ابنه لازم يطلع اخلاق عاليه. لكن ولاد اللي مش متربيين دول، تحياتي للاستاذ حازم امام وبقول له متشكرين جدا، وربنا يعيد عليك الايام، وان شاء الله رمضان دايما بخير.